بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا كده مع بداية الفيديو نسمي الله ونصلي على رسولنا الكريم حسنات حلوة كتير. ونلم حسنات حلوة كتير رشقة في كل حاجة. بصوا بقى، مبدئيا الفيديو ده فضفضة شوية كلام حلوين كده على وعن وهكذا. فاضل لنا شوية نقول من إلى عن على وفي والباء والكاف واللام. انتوا عاملين ايه؟ المهم وطمنوني عليكم كده، اكتبوا لي في التعليقات عاملين ايه، واخبار الامتحانات معاكم بكره ان شاء الله هتبقى عامله ازاي وكل حاجه. بصوا بقى، القناه لما بنعملها بنفيد بعض، واي حاجه بتحصل بقولها لكم. بحب اتكلم معاكم. يوم ما عملتها علشان انا ما عنديش اخوات بنات، فشايفاكم انتوا اخواتي، فبنحكي مع بعض وكلنا عادي. ودايما اهالينا يعلمونا ايه؟ اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية. لكن دلوقتي في الزمن دون اختلاف الرأي بقى يفسد ويولع ويكسر ويدشدش، وهو ده الخطة الجديدة اللي ماشيها الدول بتاعة الغرب على ان هي تدمر العرب والشرق الاوسط. انه انت تدخل الفتنة ما بينهم وخلي البلد دي يبقوا مقسومين نصين ويقطعوا في بعض ويقتلوا في بعض، والحاجات اللي احنا فاهمينها دي كلها. فانا لحد دلوقتي انا كمواطنة مصرية اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية، وعمري ما هجادل حد في رأيه. بس لما بلاقي حاجة مش عجباني مثلا ممكن اتكلم فيها. والله العظيم والله العظيم الواحد بقى بيخاف يتكلم ويقول رأيه من الناس اللي بيبقى ذوق، يعني قليلة الذوق. طبعا اكيد مش متابعيني حلوين ومؤدبين وكيوت وزي السكر، بس هنتكلم مع بعض حاجات كتيره. يعني في حاجات اليومين اللي فاتوا لما كنت بتكلم فيها بلاقي ناس مؤيده وناس معارضه، وفي ناس بتبقى معارضه بكل ذوق وادب واحترام، فاهميني؟ بكل ذوق وادب واحترام. وفي ناس بتبقى صفيقه شويه. ففي ناس بادبها واحترامها. عموما اغلب الصفقاء بعمل لهم بلوك، مش محتاجاهم في قناتي، مش محتاج ربح من وراكم، بعمل لهم بلوك ورايح دماغي منهم. فاهمين؟ اللي هو الباب اللي بالبلدي كده يجي لك منه الريح سده واستريح. انا بسده واستريح، بشتري دماغي. يعني اتفرجي من غير ما تكتبي لي تعليق اصلا. يعني عايزه تبصي بصي من غير ما تكتبي تعليق. وناس كتيره قوي بطلت تتابعني بسبب ان انا ايه، بعمل لها بلوك علشان هي قليله الادب وقليله الذوق، وبتقعد تشتم وتقل ادبها مش عليا وبس، على حتى المتابعين. لما واحده تخش تكتب تعليق او تسالني على حاجه تخش تقل ادبها على المتابعين حتى. فاحنا ناس محترمين، ما نقعدش غير في وسط الناس المحترمين مبدئيا كده. في كلام كده كنت اتكلمته، كنت شفت ان مش فاكره مين والله العظيم، المذيع اللي كان بيتكلم في التلفزيون بيتكلم عن ان الدكاتره اول ما بيتخرجوا بيخرجوا من بلدهم ويهجوا وما بيشتغلوش في البلد ويمشوا. تمام؟ فقلت ليه؟ طب احنا هنروح فين؟ العيان ده هيروح لمين يعالجه؟ تمام؟ بلدنا اما يبقى كميه الدكاتره فيها قليله، كميه الناس بتزيد واللاجئين عندنا بيزيدوا. تمام؟ فمين اللي هيكشف على دول كلهم؟ احنا كمصريين لين حقوق على ولاد بلدنا، واللاجئين نفسهم ضيوف جايين عندنا محتاجين حد يكشف عليهم ويعالجهم. مش معقول يعني جايين بلد هيسيبوا نفسهم وعيالهم يموتوا علشان دكاترتنا هجت بره. لقيت عارفين اللي هو ايه يعني، في ناس كتير كانت زعلانه، في ناس كانت يعني اتكلمت بادب واحترام طبعا، وفي ناس لا اسلوبها كان وحش فدي ديليت وبلوك. تمام؟ الفكره ان في ناس بتحب نفسها زياده. تمام؟ وفي ناس مش مقتنعه ان ممكن الموضوع ده يكون غلط. في ناس مش مقتنعه ان الموضوع يكون غلط. انا شايفه ان النقطه دي حب نفس. يعني انت دلوقتي اتعينت وكبرت واتعلمت في بلدك، مش ما يخصنيش اتصرف عليك. يعني في تعليق برضو، كذا تعليق كان البنانين يعني الامهات بيقولوا لي احنا اولادنا دكاتره وصرفنا عليهم دم قلبنا، لما اتعلموا وكبروا وفي الاخر خالص بيروحوا المستشفيات ياخدوا ملاليم. وفي ناس برضو قالت لي ان معامله الشعب للدكاتره وحشه. في ناس قالت لي ابني دكتور مش قادر يتجوز ولا يصرف على بيت يعني. وهكذا يعني تعليقات كتيرة. ناخدها نقطة نقطة. مبدئيا كده ان احنا صرفنا على عيالنا لما بقوا دكاترة، ودفعنا وطفحنا الدم وطفحنا الكوتة وعيالنا اتبهدلت. هل الدكتور غير المهندس، غير مثلا اللي بيبقى سفير بعد كده، غير المحاسب، غير حتى اللي واخد دبلوم تجارة، هل اهله ما طفحوش المر عليه؟ حتى اللي واخد ابتدائيه، اللي بصوا اللي يا دوب خد الابتدائيه وطلع، اللي راح محو اميه، دي اخر اهله. يعني ده اخر مجهود اهله. انت ربنا كرمك ووسعها عليكي واداكي ورزقك واشتغل، يعني علمت ابنك لحد ما بقى دكتور، كتر الف خيرك، ميزانك وفي حسناتك يوم الاخر ربنا يحاسبك عليه. تمام؟ وبقينا في زمن اصلا كل الناس واخداها فشخره، مش واخداها ان هو دي اساسا رساله. الدكتور والمعلم بالذات دول من الحاجات اللي عارفين ان هي طول عمرها رساله ربنا يصنع غزل ونسيج. اقسم بعزه جلالي الله كان بيشتغل 12 ساعه، وساعه مواصلات رايح وساعه مواصلات جاي، ساعه مواصلات رايح وساعه مواصلات جاي، يعني 14 ساعه.
14 ساعه بعيد عن بيته وعن عياله وعن دنيته، الفلوس كانت بتكفي بالعافيه وبالتيله، وعمرنا ما تذمرنا وعمرنا ما عملنا العمايل دي كلها وعمرنا ما فكرنا نسافر. في واحده بتقول لي انت كنت هتسفري ابو سيف. انا كنت هسفر ابو سيف لحاجه واحده بس، ان ابو سيف كان يبعد عن الدوشه اللي احنا فيها علشان يخف، علشان يخف، وعلشان فلوس الادويه بتاعته. انا كنت ساعتها قلت له انت هتسافر، فلوس ادويتك اللي انت هتشتغل بيه ماشي جيب بيه الدواء، لان كانت جات عليا فتره ادويه ابو سيف ولحد دلوقتي كانت تقيله عليا. فاهمين؟ الادويه كانت بتزيد مش بتقل، وبتغلى مش بترخص. فاهمين قصدي؟ فبعد كده رحت رافضه الموضوع. كنت زمان طول عمري اقول لكم، الناس تقول لي ايه انت تسافري؟ لا مش عايزه اسافر. طب سافري عشان تتجهزي البنات يا جدعان، انا مش عايزه اسيب بلدي. هودي بناتي فين؟ هسافر ببناتي فين؟ هسافر بولادي فين؟ مرفوض. ناس كتيره كانت بتتكلم معايا وانا كنت رافضه ان انا اسافر او اشتغل او فاهميني؟ ان انا اسافر بره بلدي يعني اتغرب. اولا لان هضيع هويتي، هويتي هتضيع. انا هسافر ببناتي بره هجوزهم لحد تاني مختلف. تيجي واحده تقول لك اصل انا ابني لما يسافر بره ويعيش بره هيبقى معاه فلوس احسن وهيبقى معاه فلوس اكتر ويتجوز بقى اجنبيه وياخد الجنسيه ويعيش هناك على طول. هتبقي فرحانه بنفسك لما هويه ابنك هتطير؟ لما تروحي تزوري ابنك واحفادك وتلاقي بنت ابنك واخده البوي فريند بتاعها وداخله الاوضه لان مامتها اجنبيه مش مفهماها؟ لا، ما هو هيتجوز اجنبيه مسلمه برضو اكيد هيبقى في اختلاف بين الغرب وبين الشرق، بين الشرق الاوسط وبين الاجانب، بين المسلمين العرب وبين المسلمين الاجانب. هيبقى في اختلاف رهيب طبعا، ناهيك عن انه ده لو لقى هيتجوز واحده في الاخر خلص مسيحيه، لان ديننا بيساهم بيبقى موافق ان الراجل يتجوز واحده مسيحيه وبعد كده تأسلم براحتها مع الوقت. لكن هي مش هتأسلم، هي هتقعد على كده وهتربي بناتها وولادها على كده. فتروحي تزوري بقى حفيدك وحفيدتك تلاقي حفيدتك داخله الاوضه مع البوي فريند بتاعها وباباها ساكت. اصل لو اتكلم هيبقى راجل قروي وراجل مش منفتح وراجل بيئه وراجل ما بيفهمش وراجل جاهل والكلام اللي احنا فيه. احنا كده بنضيع الهويه العربيه بتاعتنا يا جماعه والله. يعني انا شايفه كده، يعني كل واحده شايفه زي ما هي. انا مش هحاسبك على اللي انت شايفاه، بس انا بقول وجهه نظري. ما علينا، جالي تليفون ورجعت لكم. فانا بقول يا عم وجهه نظري وانت وجهه نظرك، واختلاف الراي ووجهه النظر ما بتاع ايه، ما لا تفسد للود قضيه. تمام؟ فخلينا حبايب حلوين على طول. فهو ده اللي انا بتكلم فيه. انت دلوقتي سفرتي ابنك ووديتي، هتيجي واحده تقول لي ما هم بيتعاملوا معامله وحشه من الشعب في المستشفيات. لما يتعامل معامله وحشه مين اللي بيعامله؟ احنا اللي بنعامله. حضرتك هتسفري ابنك هتعيه هتتعبي، هيجيلك برد، هتروحي المستشفى عشان تدوري على دكتور، هتلاقي الدكتور مشغول مع مليون حلقه قبل منك، هتعلي صوتك وتتخانقي وتشتمي وانا قاعده من الصبح وانا عامله مش عارف ايه وانا وتشنكي على الدكاتره وتشنكي على الناس وانتي اصلا مسفره ابنك بره. طب ما هو كان الاولى ان ابنك يقعد في مصر ويكشف على امه ويخلي باله منها. يا جماعه احب لنفسك كما تحب لاخيك. النقطه الاكبر من ده كله اللي انا شايفاها، دايما بسرش كده وبشوف مثلا يوتيوبرات او مشاهير او ناس اجانب كتير قوي، بحب اشوف البلاد بره عامله ازاي. يعني هل بلادنا كلنا كده ولا هل هما بس بره؟ يعني في ناس بقى شباب يقعدوا يقول لك ايه اصل في دول فيها حرب ما تاثرش اقتصادها، اشمعنى مصر؟ لا، كل الدول متاثره. امريكا نفسها متاثره واقتصادها متاثر، الدنيا كلها اقتصادها متاثر. مفيش دوله ما فيهاش تعب. ما فيش يعني الفئه المحدوده الدخل فيها مش تعبانه، لا تعبانه. ما بنبصش بقى على الناس اللي بيطلعوا في التلفزيون في التيك توك واليوتيوب والحاجات الجامده دي ويقعدوا يشتروا ويرموا. انت مش شايف الفئه القليله، انت مش شايف الفئه الغلبانه. قسما بالله انا بيكلمني ناس من كل الدول وبيشتكوا لي عادي جدا، ويوم ما بطلع اتكلم تيجي واحده تقول لي لا بلدنا كلها خير، بلدنا كلها زي الفل، بلدنا مش بلدنا. يا جماعه عشان انت في يعني في فئه ومش واخده بالك من الفئه اللي تحت منك. كل الناس تعبانه. اللي تعبان في الدنيا دلوقتي الفئه محدوده الدخل والفئه المتوسطه، عشان تبقوا عارفين. يعني حتى الفئه المتوسطه مش مرتاحه قوي. انت فيها ايه؟ انا مش عارفه، انا بين البنين. انا بين الفئه المتوسطه وبين الفئه محدوده الدخل، واقفه في النص كده. فكنت قبل كده شفت فيديو لبنوته مش فاكره والله يابانيه ولا ايه، كانت بتتكلم عن دوله معينه، ان الدوله دي محافظه معينه في الدوله ما فيهاش حد بيشتغل، ما فيهاش حد شغال. كبار السن اللي عندهم 80 و90 سنه هم اللي شغالين في الشوارع وبيشوفوا وبيعملوا وبيسووا، وطالبين ناس كتير تيجي من بره. بيقولك ان الدوله دي ممكن في خلال سنه سنتين تديك الجنسيه وتقعد كده ايه من غير اقامه. تمام؟ ليه تديك الجنسيه بعد سنتين وتقعد انت من غير اقامه؟ ودول كتير على فكره دلوقتي بتديك الجنسيه بعد كلام فاضي. لو هتيجي وهتستثمر فيها او هتيجي وهتشتغل فيها او هتيجي وهتثبت جدارتك وشغلك فيها، سنه سنتين هتثبتك. زي ما بيقولوا كده التثبيت عندنا في مصر، لا هم هيدوك الجنسيه وتقعد من غير اقامه. تمام؟ ليه؟ نمره واحد، لان اهلها وشبابها هجروها زي المصريين ما عايزين يهجروا مصر ويسافروا في الدول التانية ويقولك اصل الدول التانية هتدينا. نمره اتنين، الشباب اللي بقت
الناس اللي هم بصوا اللي هو الولد مش عاجبه حاله بقى بنت، والبنت اللي مش عاجبها حالها بقت ولد. تمام، فالدنيا بقت مقلوبه، لا في حد بيخلف ولا النسل بيتكاثر ولا الدنيا بتعمر ولا الدنيا بتكبر، لان ربنا سبحانه وتعالى خلقنا علشان ايه؟ نعمر الكون. هنعمر الكون بايه؟ مش بشويه مباني وكلام فاضي، بينا احنا، مش بشويه مباني شكلها حلو وشكلها شيك وما فيهاش بني ادمين. بينا احنا. في دول، في يعني الواحد بيشوف حاجات كتيره جدا، بلاد فيها دول ما مش موجود فيها بني ادمين ساكنه. إيه، جزر كان فيها ناس ساكنه وبقت مش موجوده ناس فيها ساكنه، ناسها هجروها، ناسها سابوها ومشوا. يعني بص، هو النفس فعلا اماره بالسوء، وربنا يوم ما ذل النفس ذلها باللقمه، ذلها باللقمه، بس مش لدرجه ان انت تبيع كل حاجه وتخلع. فالشباب دول لما هجروا بلدهم بيدوروا على شباب من بلاد تانية عشان تعمرها. هل احنا ممكن نسمح ان يجيلنا يوم من الايام ندور على حد يجيلنا من بلاد تانية يعمر لنا بلدنا؟ حرام، حرام ان احنا نعمل حاجه زي كده. حرام ان احنا نقنع ولادنا ان بلدهم وحشه، حرام ان احنا نقنع باولادنا ان البلد وحشه، وان الدوله مش مستاهله ان انت تقعد فيها، وان هناخد ذنب. انا عن نفسي مش هشيل الذنب ده قدام ربنا يوم القيامه، لان ربنا ما امرش البني ادم انه يتخلى عن مسؤولياته ويهرب ويدور على اي ملاذ يخلع فيه ويسيب الدنيا تضرب تقلب من وراه. هل يعني كنت دايما اسمع آية ويتركون من بعدهم ذرية ضعاف، ذرية ضعاف. انا مش عايزه اسيب ولادي ضعاف لاي سبب ما، يقعدوا في بلدهم، اقول لهم بلدكم حلوه وكويسه ويحبوها، ما يحسوش بالضعف فيها، ما يحسوش ان هم مقهورين جوه بلدهم، اديهم طاقه ايجابيه على قد ما اقدر. طب ما تديهم طاقه ايجابيه ويلبسوا في الحيطه؟ لا، مش هخليهم ان شاء الله يلبسوا في الحيطه، لاني هقول لهم البني ادم ربنا سبحانه وتعالى ما بيدوهوش طول ما هو حاطط ايده على خده. قسما بالله الواحد بيشوف كميه الشباب اللي على القهوه يوم ما بيبقى فيه ماتش، كلكم جايين تتجمعوا عشان تتفرجوا على ماتش، على ماتش. طب ما تتجمعوا الجماعه دي وانتوا رايحين تصلوا يا عم الحاج، وانتوا رايحين تشتغلوا في حاجه يا عم الحاج، وقتك اللي انت بتقعد فيه تتفرج على ماتش ساعتين وساعتين وزياده، مش اولى ان انت تعمل بيه لقمه عيش؟ الشاب من دول دلوقتي فكروا فيها وهتلاقوا كلامي صح. تبقي تدي العيل 10 جنيه تقول له مصروفك، يقول لك هيجيب ايه، هيعمل ايه، ويبجح ويتشتح عليكي. تيجي توديه الدرس ومش الدرس، عيال بتاخد الفلوس وتخنصرها وتجري تجيب سجاير، عيال صغيره في ابتدائي. يجي الشاب اول ما يكبر ويشم نفس ويتخانق مع مامته ومع باباه على المصروف وعلى الفلوس، وانا عايز زي اصحابي وانا عايز زي اصحابي، ويفضل يذل في ابوه وامه لانك علمتيه تديه قصاد ان هو ما يتعبش. فانت متخيله ان هو هيقوم وهيشتغل، هيستنى طبعا من بلده تساعده وتاكله وتشربه وتاكل عياله وتشربه. لينا حق على الدوله، لينا حق على الدوله، بس ناخده بايه؟ بالعقل اكيد. انا مش بتكلم على حد ومش بتكلم، ماليش دعوه بالحكومه، انا ليا دعوه بان انا اعلم عيالي ما يبقوش على حد، ولا عليا، ولا على بلدهم، ولا على ابوهم، ولا على اخواتهم، ولا على اي دوله تانية، ولا على اي حد. رزق هناك هو رزق هنا، بس البني ادم لما يتحرك، لما البني ادم يتحرك. فمش هكبرها في دماغ ابني، خلص وخد شهادتك واخرج وامشي وروح اشتغل وانا هدور لك على حد يساعدك وانا مش عارف ايه. ده زمان في بلدنا كان يقول لك ايه، اللي ما يلحقش قطر النيل ويتمرمغ في ترابه، يتمرمغ في ترابه. يعني شوفوا اللفظ عامل ازاي، ما لحقتش قطر الميري والحكومه اتمرمغ بقى في ترابه، يعني اشتغل في اي حاجه تبقى قريب منه عادي يعني. بجد الواحد بقى بيشوف امهات بتعلم عيالها السلبيه وعدم الوطنيه، وبتزرع لهم في دماغها ان البلد وحشه، البلد فيها البلد، العيال بقت بتبيع البلد. اقسم بالله انا بقيت شفت واحده على التيك توك طالعه تقول لك انا جعانه يا راي خد عيالي يبيعهم، انا هبيع عيالي، البت دي للبيع والبت دي للبيع والواد ده للبيع والبت دي للبيع والواد ده للبيع، وعماله تبيع في عيالها. انت اتجار بالبشر يا حبيبتي، المفروض دي اساسا تتحبس. تاني حاجه، لو ركزتوا في ايديها البت كانت لسه باصمه على حاجه، انت عماله تسعقي وتصوتي، كنتي باصمه على ايه؟ باصمه على كام؟ شتمتي بلدك بكام؟ بينتي بلدك جعانه قدام الدنيا بكام؟ احنا الدوله الوحيده اللي بتشتم في نفسها، اقسم بالله ما شفت دوله بتشتم في روحها الا مصر. مصريين فينا ناس يستاهلوا ضرب الجزمه على بقهم، على بقهم، والله العظيم بجد ما شفتش حد. ده انتوا لو قلتوا البلد الفلانيه فيها هتلاقوا كلاب جهنم طلعت عليكم تاكلكم. اشمعنى انتوا اللي مستحلين بلدكم؟ اشمعنى انتوا اللي مستحلين الناس تشتم فيها عادي؟ يعني واحد اوقات بيقول الناس دي بتفكر ازاي؟ هل الجهل فعلا ممكن يعمل كده؟ بس في ناس متعلمه كتير بتعمل الحاجات دي. طب ده يكون ايه؟ عيب تربيه؟ عيب ايه؟ الناس تقول اصل مشكلتنا مش مع البلد، يا اسمها مشكلتنا مع مش عارف الحكومه ولا ايه. انا مالي مشكلتك مع مين؟ كلنا في نفس الدايره. بس ما بطلعش اخرب الدنيا، ما بطلعش اقول البلد فيها والبلد. انت ما بتطلعيش تتكلمي يا حبيبتي بلسانك وتقولي حكومه او انا اتضريت من كذا لا، انت بتشتمي البلد كلها. بقينا بنشوف حد بيتكلم على مصر بطريقه، والله العظيم الواحد بقى خلاص هيرجع وهو قاعد بيسمع الناس وهي بتتكلم. اللي يقول لك اصل بلدكم دي مش عارف، بلدنا من غير بلدنا اصلا، من غير مصر ما كانش فيه عالم. مصر هي اللي اكلت العالم كله 7 سنين. لو مصر ساعتها فكرت في نفسها وقالت احسن، خليهم يجوعوا، خليهم ما يسووش، خليهم تحت رجلي طول العمر وذلتهم باللقمه زي ما العالم بيذلنا، كان زمان مصر بقت حاجه تانية.
هتقولي اصل عيب الجيش، روحي دوري. هو ساعتها كان في جيش؟ ساعتها كان سيدنا يوسف نبي الله وعزيز مصر اكلوا العالم كله 7 سنين. هل بقى الرسول كان غلط؟ هل الرسول كان غلط؟ كان وقتها سيدنا يوسف كان غلط ان هو اكل العالم 7 سنين وخلى العالم يقوم على رجليه وخلى العالم موجود؟ لو هو واحد وحش فعلا كان قال لك ايه؟ ما يغور العالم وتغور الدنيا، يجوعوا، ده نزل لهم باللقمه، ده نكسر عينهم، ده انا اخليهم كلهم عبيد عندي، البلد دي تبيع لي نصها باللقمه اللي هديها لها 7 سنين، والبلد دي تبيع لي نصها باللقمه اللي هعملها لها 7 سنين. لكن الانبياء والرسل اياميهم كان في خير، كانت الناس كويسه، فاهمين؟ لكن ما حدش فكر ان هو يطلب من بلد تانية تبيع له جزء منها عشان انا باكلها او عشان انا ساعدتها في وقت كانت الدنيا فيه وحشه. فتخيلوا لو مصر فعلا كانت انانيه في الوقت ده يا بنات كان حصل ايه؟ تخيلوا لو فعلا مصر في الوقت اللي العالم كله كان جعان فيه واكلته 7 سنين، مش يوم ولا يومين ولا سنه ولا سنتين، 7 سنين. 7 سنين مصر كانت هي اللي بتاكل العالم كله بما فيهم من كل دول ومن كل شرق وغرب وشمال وجنوب. هل كانت مصر ليه مش انانيه في الوقت ده؟ عشان هي ام الدنيا، عشان احنا ربنا قال لك الخير في امتي ليوم الدين. بلاش نبقى انانيين، فاهمين؟ هي الحته دي اللي الواحد بيتكلم فيها. يجي يقول لك ايه ده كان زمان، ما هو زمان ده اللي عملك، زمان ده هو اللي عملك، يعني زمان دون ان ام الدنيا اكلتكم 7 سنين هو ده اللي عملكم، هو ده اللي كان الاصل فيكم. لكن في ناس بتنكر خير غيرها، فخلينا احنا كويسين والوحشين وحشين. عايزين لما نروح لربنا نروح خالصين، نروح بنيتنا صافيه، نروح بنيتنا حلوه، ان ربنا جعلنا في الدنيا سند لبعض، فانا هفضل سند للي حواليا، مش هعلم ابني وعلمه الانانيه واقول له اطفش. زي ما تعبتي فيه والله كلنا تعبنا في عيالنا. الواحد مش عايز فعلا يبص. انا لما بصيت في النقطه دي والله العظيم انا بصيت قلت ايه؟ يعني انا ممكن اروح المستشفى اكشف على عيل او اكشف على نفسي او اكشف على مثلا ابو سيف ما الاقيش دكتور في المستشفى، علشان كل المتابعين بيقولوا لي لا احنا عيالنا تعبنا فيهم وعلمناهم وشقينا فيهم لازم يسافروا ويهاجروا. طب انت كأم لما هو يسافر وانت تتعبي مين هيكشف عليكي؟ ما هو على ما يلحق يجيلك من بره عشان يعالجك لا قدر الله تكوني متي، هتسيبيه يعيش طول العمر بشايل ذنبك؟ ده اذا ممكن يكون ما بيحسش عادي، يعني هي ماتت زي ما كل الناس ما بتموت. انت قصرت في واجبك تجاهها، دي حاجه. تاني حاجه، لما كنت عند ماما في مدينتي قلت ان الامن شالونا ومشونا علشان الجاليه السودانيه والجاليه السوريه بيتخانقوا مع بعض، او الجاليات عموما. يعني مدينتي فيها ايه؟ فيها يمنيين، فيها بسم الله ما شاء الله. في العيد كانت الجاليه اليمنيه كانت اكبر حاجه ما شاء الله، كانوا لابسين الزي بتاعهم والخنجر اللي بيبقى في الحزام بتاع الجلابيه البيضاء بتاعتهم والسديري والعمه ما شاء الله. والعمانيين برضو كان ما شاء الله هم واليمنيين ما كنتش تعرفي تفرقيهم من بعض الا بسبب حاجات بسيطه قوي. يعني اللاجئين اذا كان سوداني يعني يمني عماني، بس اكتر جاليه فعلا كان بيشتكوا منها هو بدون ذكر اسماء يعني كانوا بيتخانقوا مع بعض. ليه بقى كانوا بيتخانقوا مع بعض؟ محدش عارف هم كانوا ليه بيتخانقوا مع بعض. بيبصوا يلاقوا سوداني ماسك في سوري ماسك في يمني ماسك في عماني ماسك في السوداني ماسك في المصري ماسك في ايه يا جدعان؟ في ايه؟ لدرجه ان كان في الجروب بتاع مدينتي طبعا ماما داخله عليه وبتبعت لي اوقات تشير لي حد مش فاكره من مين، يعني لاجئ معين عور لاجئ معين وقتل عيل من عياله او كان هيتسبب في موته حاجه زي كده. فالناس تقول لك ايه يا جماعه؟ طب بتدخلوهم مدينتي ليه؟ احنا دافعين فلوس، دافعين ملايين علشان انتوا كل مستاجر كل صاحب شقه ياجرها للاجئ معين ويقعدوا يتخانقوا. تاني حاجه كانوش بيحافظوا على المدينه. كانت المدينه فعلا جالها فتره كده من الفترات اتدمرت. بقيت انا رحت كنت حتى قلت لكم في مره ان الزرع بتقطع الدنيا خربانه، حتى شجره التوت اللي انا كنت بقطع منها الشجره غصانها متكسره من كتر ما الاطفال بتطلع عليها. فالناس كانت دايما تهاجم على الفيسبوك في الجروب بتاع مدينتي وجروبات مدينتي عموما، يقولك مش بيحافظوا عليها عشان مش بلدهم، عشان هم عارفين ان هم هيرجعوا بلدهم في وقت تاني، في اي وقت تاني كمان شويه، فهم مش هيحافظوا على بلدنا ليه؟ كل واحد بيحافظ على بلده. في ناس تقول لك لا اصل هم، والله الواحد بيشوف كلام بيوجع، اصل هم لو بلدهم كانوا حافظوا عليها كانوا هيحافظوا على بلدنا، ما هيحافظوش على بلدنا طبعا. فكان في كميه لغط غير طبيعيه رهيبه السنه اللي فاتت دي بالذات والشهور اللي فاتت بالذات على الحروب، يعني الخناقات اللي بتحصل، وان هم مش بيحافظوا على المدينه ومش بيحافظوا على البتاع. يعني هناك في ارشادات بتبقى ممنوع ان انت تقطع النجيله او تقعد عليها، او اللي هي اللي في الارض عادي. ورد بقى، اكل عنب، اسمه يوستفندي، ليمون، توت، عادي مسموح لك ان انت
تجمع منه، بس من غير ما تكسر الشجر، من غير ما تبوظ حاجه. فاهمني؟ يعني بشوف مثلا الستات ما شاء الله بيجوا الصبحيه كده يقطعوا يقصقصوا الورد المفتح ويحطوه في فازات وفي بيوتهم، بيبقى جميل. يقطفوا العنب، يقطفوا التوت، يقطفوا الليمون، البرتقال، الكمثرى، الجوافه، ويقعدوا ياكلوا عادي، ويغسلوا ويقعدوا قدام البيت وياكلوا عادي. تمام. او عند جارتهم ما حدش بيتكلم. يعني انا عايزه اقول لكم ان انا في مره من المرات كنت شفت شجره التين دي، اخدت منها يعني هي الشجره معموله جوه شقه جوه في الدور الارضي، والشجره طالعه لبره يعني راميه لبره. فاحنا كنا بناخد منها عادي، فلقينا المدام بتاعت الشجره اللي فيها بيتها جوه قالت استنوا استنوا انا جايه لكم، فطلعت بمقص كده تك 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 وقطعت عادي، لان ده كله ملك المدينه، ملك المدينه. دي خدمات بتدفع كل اول شهر مع الايجار مثلا، اللي بيدفع ايجار او حاجه. و لو متملك برضو بيدفع على ما اعتقد، بيدفع كل اول شهر الخدمات بتاعه المدينه بقى، الرصف، الطرق، التنظيف، الحاجات دي كلها. لقيت ناس داخله لي عماله بقى ايه، طب ليه يضربوا بعض، طب ليه بيتخانقوا، انتوا بتشوهوا سمعه المصريين. انا اتكلمت على مصريين، واحده تقول انا زعلت منك انا سودانيه. يا جدعان انا اتكلمت، انا بقول بيتخانقوا مع بعض، بيتخانقوا مع بعض. هو انتوا ما بتتخانقوش في بلادكم؟ لا، بحس ان انتوا ملايكه بجناحات وانا غلطت فيكم بجد والله. يا جدعان احنا كلنا واحد، كلنا واحد. انتوا اللي داخلين فعلا عايزين تتخانقوا معايا وعايزين تعملوا مشاكل معايا من غير ما اكلمكم اصلا. انا قلت مشونا من الجزء ده. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه، احنا بعد ما اكتشفوا ان احنا مصريين سابونا قعدنا واكلنا وعملنا. قال لك لا، طالما انتوا مصريين، انتوا هنا هو ساكنين في المدينه. قلنا ايوه. ساكنين في كام؟ قلنا لهم في كذا. طب خلاص اقعدوا. سابونا قعدنا، قسما بالله سابونا قعدنا واكلنا وعملنا ولمينا فعلا حاجتنا وزبالتنا ورانا، ما بنسيبش حاجه. انا معود عيالي اصلا لما تقعد في مكان حافظ على نظافته، لان المكان ده بكره وبعده اصلا هيشهد عليك يوم القيامه. وانت ماشي في اي مكان سبح وكبر واحمد ربنا واقرا قران، لان المكان ده برضو وانت ماشي عليه هيشهد عليك يوم القيامه ان انت كنت بتذكر الله عليه. فانا لا بهاجم حد ولا بتكلم كلمه وحشه على حد، انا بقول اللي بيحصل. حصل 1 2 3 فاتكلمت، بقول لكم كنا هنقعد مشونا عشان 1 2 3. الاقي دي زعلانه ودي زعلانه ودي زعلانه. ما احنا كلنا واحد يا جماعه، ما احنا كلنا واحد، لا اله الا الله. هو انا قلت مين وحش؟ انا قلت اللاجئين، السودانيين، السوريين، اليمنيين، العمانيين، كل الحاجات دي بيتخانقوا مع بعض، ده طبيعي. عيل حدف كوره خبط في عيلها، اتخانقوا مع بعض. طب والله انا في مره روفان كنا قاعدين، انا مش هقول بقى يعني اللاجئ ده كان مين علشان الناس هتزعل مني، لا هقول فلسطيني ولا سوري ولا يمني ولا عماني ولا سوداني ولا هقول ايه ولا صومالي ولا هقول. روفان قاعده جنبينا وقاعده وكلنا قاعدين وماسكه كيس شيبسي وبتاكل، ولقينا طفل صغير ماشي حواليها احنا قلنا عايز يلعب معاها. تمام. فلسه هقول لها يا روفي لعبي معاكي، راح بالقلم راح لطشها على وشها. قسما بالله تعالى البت قاعده في وسطينا ما عملتش حاجه. على فين ليه كده يا حبيبي، يا حبيبي ليه كده؟ وجاي عايز ياكل روفان ويعضها ويموتها. رحت انا ناتشه بنتي حطها في حضني قاعده طبعا. ليه يا بابا، ليه يا حبيبه، ما عملتلكش حاجه. على ما امه قامت، انت لو سمحتي يا مدام يا استاذه، على ما قامت وتفضلت متكرمه تقوم من مكانها. ايه في ايه؟ قلت لها ضربها، ما عملتلوش حاجه، انا بنتي قاعده جنبي وهو ضربها، ما عملتلوش حاجه. قولي له كده ما يصحش، يعني اختك حبيبتك والعبوا سوا. تقول لي ايه؟ لا ما باخته. قلت لها طبعا عامة شكرا، خدي ابن حضرتك. ما رضيتش اعمل مشاكل، يعني انا كاسماء ما رضيتش مع ان انا اللي بنتي اتضربت. لا ده انت كنت المفروض يا اسماء تقومي تعملي وتسوي. انا ارفقت بيهم، انا ارفقت بحالتهم. هيقول لك عشان عارفه اقل كلمه هتتقال لك ايه؟ ايوه عشان احنا في بلدكم بتعاملونا معامله وحشه، ايوه عشان احنا في بلدكم بتعاملونا معامله زباله. والله العظيم يا ربي هذا حصل. وواحده تانية بقيت ماشيه انا وعيالي، ومش فاكره كان مين تاني معايا ومين، وماشيين بس الليله كلها كانت عيال. فممكن امشي معاكي؟ قلت لها تمام. قالت لي هو انتوا ليه ما بتحبوناش؟ قلت لها اللي هو مين؟ راحت قايله لي اسم حاجه كده معينه. قلت لها ما نحبكم ولا ما نحبكوش ليه؟ انتوا اللي عايزين تشربوا كده، انت اللي عايزه توصلي لاولاد حضرتك كده. احنا لا بنحب ولا بنكره، وبعدين احنا حابينكم لان انتم اساسا مظلومين وتعبانين، فهنكرهكم ليه؟ لا والله اصل انت انسانه كويسه وانت انسانه محترمه، اصلا انا بشوف ناس وحشه، اصلا انا بشوف وبقابل واحنا ممكن نبقى اصحاب. قلت لها للاسف والله انا مش من سكان مدينتي، ده انا جايه زياره عند ماما بس عادي يعني في اي وقت حبيبتي تشرفينا وكده. قالت لي والله انت كلك ذوق وي وي. عارفين اللي هو حسيتها جايه تجر شكلي، طب انا ما عملتش حاجه. فبجد يا جدعان بجد 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 نخلي بالنا من الفاظنا مع بعضينا، ونخلي ليه بقينا كده، ليه بقينا كل واحد مستني للتاني على غلطه؟ هو انتوا فاكرين ان دي شطاره؟ انتوا فاكرين ان دي شطاره؟ يعني الاقي فلان غلط غلطه بسيطه اروح ماسكاه واكلاه بقى وماسكه له الكرباج اللي هو العجل وقع هاتوا السكاكين. ده ربنا رحيم غفور، ربنا اللي خلقنا اللي مفيش حاجه اعظم منه في الدنيا رحيم. بصوا بيقولوا ان الفيلم دي كلها بتاعت المشاهير ورجال الاعمال والدوله، وكان في محمد رمضان وفي عادل امام وفي سعيد صالح وفي كاظم الساهر وليلى علوي. يا ما نفسي بجد يعني دي تقريبا بيقولوا ان هي بتاعت تامر حسني.
لا بتاعت فرصه لحد الشطه بيبقى اللي قدام. بصوا يا ما نفسي كل واحده تخلي بالها يقعدوا هنا يفطروا على النيل بقى ما شاء الله. ايه مش تعلم ده ازاي تاخد من بلد ده وازاي ده يروح عند بلد دي تعمل ايه يا حاج ويجي هنا يسيب بلد وتضرب تقلب. نفسي نبقى زي زمان وحده وطنيه. فين هي؟ بيوت مقفوله واصحابها مش زي شم النسيم. انتوا بتحتفلوا بيه؟ هم المسيحيين كانوا احتفلوا بالعيد. عايزه اقول لك العيد السنه دي بسم الله ما شاء الله الكنيسه فتحت بيبانها والمسلمين كانوا بيصلوا عشان المسجد اتملى ما شاء الله. فتحت بيبانها والساحه بتاعتها كان الناس بتصلي فيها. هي دي الوحده الوطنيه. الشباب اللي اول 3 فيلل اتبنوا هنا سعيد صالح فريد شوقي في الجوامع مع المسلمين لابس جلابيه بيضاء وقاعد جنب المسلمين بيصلي معاهم. وفي الاستراحه الرئاسيه مش عارف في يصلي او مش عارف يعمل خالص. بس شاركنا فرحه. البنات المسيحيه انا شفتهم بنفسي في المسجد لابسين وقاعدين في وسط البنت عندها على ايدها صليب ولا ايه ده رهيبه. فبتقول لي ما انا جايه اعيد مع اصحابي. يا جماعه في حاجه اسمها وحده وطنيه. وحده وطنيه. شم النسيم احنا والناس واخدين اجازه جمعه وسبت وحد واثنين. خدت عيالي ورحت قعدت عندهم عادي. يعني ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ انا عارفه وعارفه ان انا مسلمه وعارفه ان انا ما بعملش حاجه غلط وعارفه ان انا مش هعيد معاهم وعارفه ان انا مش مسيحيه وعارفه ان انا مش كافره والحمد لله يا رب وموحده. بس عيالي انا واخده 4 ايام اجازه. خدت عيالي غيروا جو عندهم. هيصنا ولعبنا وعملنا ترمس وكلنا فسيخ وكلنا رنجه وعملنا بيض عادي. والله ما لوناه. احنا سلقنا بيض بس فطرنا بيه. والله ما لونا بيضه حتى. فاهمين؟ ما فيهاش حاجه. لا رحت احتفلت معاهم ولا هيصت معاهم ولا رحت الكنيسه ولا عملت ولا سويت. مع انهم جم معانا البتاع يعني جم معانا الصلاه. والله ما عارفه. في حاجه اسمها وحده وطنيه. اي نعم هعلم ولادي واعرفهم ده ايه وده ايه وده ايه وده ايه وده ايه. طب ما احنا بنحتفل بمحرم اول محرم وغره كل شهر. الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيصومها. كان بيصوم غره كل شهر وثلاثه البيض وصام ساعه سيدنا موسى في واحده 10 محرم لما قال نحن اولى بموسى منكم فصام تسوع وعاشوراء. فاهمين؟ يعني لا اليهود بيصوموا في يوم معين فصام معاهم. اللي قاعده هنا بصوا يعني قال لك خلاص احنا كمسلمين هنصومه بس نصوم قبل يا بعد. يا تسوع وعاشوراء يا عاشوراء 11. فاهمني؟ والانشاد بتاعتهم يسر العصر بيوت الاغنياء يا جماعه. بيوت الاغنياء اللي سرقوا فلوسنا وهم عايشين بيها على اعصابنا عشان ما نتعبش. احنا كل اللي نعمله نعمل اللي ربنا قال عليه. نعلم عيالنا كويس. نعلمهم حب دينهم حب نفسهم قبل الناس والدنيا كلها. حبهم لاهلهم حبهم لوطنهم بس. وسيبوها على الله وهتكرم. وعلموهم ما يبقوش عايله على اي حد ولا حتى على نفسهم ولا على حواليهم. هو انا مقطعه نفسي ليه؟ عشان مش عايزه في يوم من الايام ابقى على عيالي. مع ان الواحد اساسا قاعد وخايف. بقول اديني عماله اعلمهم وكل اللي جاي رايح عليهم على تعليمهم وعلى دنيتهم. انا واحده ما انا مضروره من الدوله اهو. مضروره. جوزي ما معهوش معاش. الدوله ما ادتلوش معاش مع ان تعبان ومش قادر يشتغل. الدوله ما ادتلوش شقه. طفحت المرين عشان اجيبها واديها طارت. الدوله ما ادتلوش تامين صحي. بجيب له الادويه بخلع الضرس وبنلاقيها والله العظيم حته ان احنا نلاقي الادويه دي اصلا كارثه. كارثه كارثه كارثه. في ادويه بتطلع عنا على ما نلاقيها. نبقى موصيين على الادويه قبليها بكذا شهر. وناس كتيره من القناه كلموني ما شاء الله عليهم واهاليهم وزوجاتهم وازواجهم في مستويات عاليه جدا في الدوله. اللهم بارك. ان يجيبوا لي الدواء على نفقه الدوله ما ينفعش. كلهم قالوا لي يا اسماء للاسف مش هينفع نجيب لك الدواء على نفقه الدوله. طب يا جماعه اي حاجه. طيب اي حاجه والله اصل ما دخلش في البروتوكول بتاع نفقه الدوله. اروح اشتم اروح اعمل مشاكل اروح اصوت واعيط والطم واقول انا هبيع عيالي. ما حصلش. العفه. اين العفه؟ في حاجه اسمها عفه. يحسبهم اغنياء من التعفف. لا شقه خدت ولا معاش خدت ولا تامين صحي خدت ولا دواء على نفقه الدوله خدت. حتى الدروس والمدارس بتاعت عيالي طفحانه المرين فيها. طفحانه المرين في دروس عيالي. بدفع دروس لما طفحته. ليه؟ لان عيالي بيروحوا المدرسه يتكرشوا. الوزير يجي يبعتوا لاولياء الامور بكره في اختبار مش عارف ايه الا تجيبوا عيالكم. نروح نكتشف ان عشان الوزير جه. انا ابني سيف متصور مع الوزير وهو والمدرس بتاعه. الوزير اللي هو اللي الناس عماله تقول عليه اقرع ده وانا ما اعرفش اسمه والله العظيم. وبيجي. يعني انا عايزه ابلغ اهو وش اهو بس هقطع عيش ناس. هتروحي تبلغي بنبلغ. البلاغ اللي انت بتعمليه بيترمي في الدرج محدش بيشوفه ولا الوزير بيلحق يشوفه لان اللي تحت كذا واحد تحت متدرجه زي السلم كده. على ما تطلع الشكوى لفوق عند السلم بيكون كذا واحد خدها بلص عمل سوى. ربنا يستر. يعني واحد مش عايز يتكلم فما حدش يتكلم. بس هي هل انا طلعت بقى شتمت وعملت وبهدلت وقعدت اصوت وقعدت اعيط؟ لا. علمت عيالي ان انتوا تشيلوا نفسكم وتعملوا. انا قاعده بسجل لكم عشان بنتي قاعده بتذاكر جنبي عماله تكتك في الماوس ومش عارفه اسجل منها. تك 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 تك. وحط لي السماعه في ودانها يمكن مش سامعاني اصلا. سامعاني يا بيه؟ ولا على ايه؟ شكرا يا حبيبتي كملي. فالله يعين والله العظيم. واحد قاعد فوق دماغهم عشان يذاكروا اهو. فاشوفكم بقى على خير ويا رب الفيديو يكون كان خفيف عليكم علشان انا فضفضتي وريحتي.
كان فاضل لي شويه وعيطتي فضفضتي، انا لسه ما عيطتيش، فضفضتي بس. اشوفكم على خير، سلام عليكم.